من فتره كلمتكم عن زيوت بروفيكار الالمانيه، وبعد ما نزلت الفيديو الوكيل بتاعهم في مصر اللي هو العالميه للتجاره تواصلوا معايا عشان ازورهم في المقر بتاعهم في اسكندريه ونتعرف على الخدمات والمنتجات اللي بيوفروها في مصر. وبصراحه انا شفت اكبر تنوع لمنتجات زيوت واضافات ومواد عنايه بالعربيات من ماركه مستورده تحت سقف واحد. دايما في مصر المنتجات المستورده مش بتلاقي عندهم كل الزيوت او كل المواصفات متوفره، ودايما بيبقى فيه نواقص، وبالتالي ساعات بتضطر تحط ماركه ثانيه وممكن تحط مواصفه ثانيه وانت مش عارف. يلا بينا بقى نشوف كميه الزيوت المتوفره عندهم والاضافات ومنتجات العنايه بالعربيه. وكمان في اخر الفيديو هسيب لك برومو كود عشان لو هتطلب زيت او اي منتج من عندهم تاخد خصم 10%. دلوقتي انا دخلت الشو روم عشان نشوف اللاين اب اللي موجود عندهم كله، وقبل ما نخش على زيوت الموتور والاضافات بتاعتها لفت نظري الرينج اللي موجود عندهم من زيوت الفتيس، واللي على عكس اللي بتلاقيه في اي ماركه ثانيه بيبقى عندهم 3 4 انواع بالكتير، او نوع واحد بيشتغل على كل الفتايس وكاتبين عليه مالتي اي تي اف. دول موجود عندهم كل المواصفات تقريبا، 13 جيركن مختلف، بدايه من مواصفات الفتايس الاوتوماتيك العاديه المنتشره سواء الاربع او الخمس او الست سرعات. وكمان في ميزه عندهم الزيوت دي باللونين الابيض والاحمر، يعني من نفس المواصفه لونين مختلفين، وده علشان الناس اللي لما بتفك طبه الزيت بتبقى عايزه تحط زيت نفس اللون. وده يثبت كلامي اللي قلته لكم قبل كده ان اللون ما هو الا اضافه بتتحط على السائل او على الزيت عشان لو لا قدر الله حصل تسريب نعرف التسريب ده بتاع ايه. وكمان عندهم الزيوت بتاعه الفتايس المختلفه زي السي في تي والدي اس جي او الدول كلتش. رجاله المرسيدس والبي ام دبليو اصحاب الستة والثمانية والتسع سرعات استنوا دقيقه انا جاي لكم. كمان زيوت الفتايس المانيوال بكل مواصفاتها، ال 75 90 او ال 80 90 او ال 85 140. اما بقى زيوت فتايس البي ام دبليو والمرسيدس برضو موجوده بكل مواصفاتها، ال 6 اتش بي وال 8 اتش بي وال 9 اتش بي. ورجاله المرسيدس بقى ال 236 14 236 15 236 17، 13 جيركن فتيس مختلف. والنبي بقى قول لي مين عنده كل الرينج ده من زيوت الفتيس سواء محلي او مستورد؟ يلا بينا بقى نشوف زيوت الموتور عشان فيها مفاجاه. وطبعا بقى مش محتاج اقول لك ان بعد كل اللي شفناه ده كله كل المواصفات واللزوجات بتاعه زيوت الموتور موجوده. وخلينا بقى ناخد مثال، الجيركن ده 5W40 في منه 3 مواصفات مختلفه، وكل واحد منهم بينفع لانواع معينه من العربيات عشان الناس بقى اللي بتحط 5W40 وخلاص. وكمان لزوجه الزيرو W20 اللي الناس بتدوخ عليها خصوصا عربيات السوبارو والفولفو والفي دبليو الجديده برضو موجوده عندهم. اي لزوجه بتدور عليها هتلاقيها موجوده سواء المعدني او النص تخليقي او التخليقي بالكامل. حتى اللزوجه ال 10W40 في منها التخليقي بالكامل والنصف تخليقي. وكمان كل الزيوت دي موجوده جراكن 4 لتر وجراكن 1 لتر. يلا بينا بقى نخش على الحته اللي انا بحبها، منتجات العنايه بالسيارات. انا لقيت نفسي في المكان ده، عندهم كميه سبريهات انا عارفهم كلهم بس عمري ما لقيتهم في مكان واحد عند وكيل واحد، بقعد اجمع كل واحد كده من حته مختلفه. بص بقى الرينج بتاع منتجات العنايه، منظف فرامل، منظف جنوط، منظف كراسي القماش والجلد، منظف تابلو، منظف التكييف وده حبيبي في الصيف اللي عملت لكم عنه الحلقه قبل كده، سبراي للصدى عشان المسامير المصديه، منظف الكترونيات، وسبراي سيليكون عشان كاوتش البيبان وفتحه السقف، مشحم للجنازير في منه نوعين العادي والسيراميك، واخر حاجه منظف البوابه. نيجي بقى للاضافات اللي بتتحط للبنزين وللزيت بتاع الموتور. بس خلي بالك زي ما انا بقول دايما الاضافات دي هنا او في اي ماركه تانية اضافات وقائيه مش علاجيه، يعني محدش يجي يضحك عليك ويقول لك المنظف ده نضف لي علبه البيئه وهي مسدوده، ده كلام مش صح. الاضافات في الماركه دي او في اي ماركه تانية بتساعد ان انت تحرق البنزين بشكل افضل، وبالتالي بتحسن من اداء القطعه دي. ومفيش حاجه اسمها منظف يتحط في المانيفولد او من البوابه ومنظف يتحط في البنزين، كل الاضافات دي او كل المواد دي بتتحط مع البنزين وممكن تترش من البوابه، لانها في الاخر هتخش مع البنزين وتترش في المانيفولد من الرشاشات. فالاضافات دي اضافات وقائيه المفروض انت تستخدمها بشكل منتظم كل فتره او كل صيانه على الاقل علشان تطول من العمر الافتراضي لقطع منظومه الحريق ومنظومه العادم في العربيه علشان ما يحصلش مشاكل بعدين. خليني بقى اوريكم رينج المنتجات دي قد ايه. بص هنا عندك منظف للفالفات، منظف رشاشات، ومنظف دوره البنزين، الاوكتان بوستر اللي بيرفع من درجه الاوكتان في البنزين، منظف علبه البيئه، والعبوه دي بتعمل كل اللي فات بس ثمنها حوالي الضعف، حوالي 600 جنيه، وده مانع تسريب الراداتير، بيتحط في حالات الطوارئ.
لما يحصل عندك سدد او خرم في دوره الميه بيسدها لحد ما توصل مشوارك، وبعد كده تحل المشكله. وكمان الاضافات اللي بتتحط للزيت بتاع الموتور عشان تعلي من ادائه، ومن ضمنها طبعا ماده السيراميك المشهوره. واخر حاجه معانا اضافه بتتحط للزيت بتمنع انه ينقص في العربيات اللي بيبقى عندها مشكله في الشنابر بتاعه البساتم. وكمان الاضافه بتاعه MS2 المشهوره اللي لونها اسود وبتخلي الزيت لونه اسود، خلي بالك دي بتزود من قدره واداء الزيت بتاع الموتور. وكمان طبعا الانجن فلاش اللي بيتحط قبل غيار الزيت عشان ينزل الشوائب كلها اللي موجوده في الزيت. بس خلي بالك الاضافات بتاعه الزيوت دي لازم تتاكد ان هي متوافقه مع الموتور بتاع عربيتك، ما تروحش تجيب اي اضافه وخلاص وتحطها وانت مش عارف. في حاجتين بقى مهمين احنا لسه ما قلناهمش. اول حاجه هي ان الزيوت دي تصنيع وتعبئه في المانيا، يعني متقفل وجاي جاهز من بره ومفيش لعب. تاني حاجه لو دخلت بقى خلاص على الموقع بتاعهم وعرفت الجيركن اللي انت المفروض تشتريه منين، هسيب لك بقى في الكومنتات ارقام التواصل معاهم ولينك الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك. ابعت لهم لينك او صوره المنتج اللي انت محتاجه وروح استلمه، وما تنساش تستخدم البرومو كود.